بنادي بصحيهم قلت يا عم اصحوا ولكم مالكم، ما حد رد. المرحوم نبيل عمره 30 سنة، هدى عمرها 19 سنة، عثمان عمره 2.5 سنين، يزن 2.5 شهر. سبب الموت يا سيدي أكيد اختناق غاز صوبة. قلت بصحي فنادى عليهم قوموا، أقرب الصغير عثمان ولد قوم بقد اليوم قوم، بنزل هذا برفع هذا ما لا اله الا الله. مش قادر أتحمل. اللهم صل على سيدنا محمد. جيت يوم الجمعة الصبحيات لجاي لهون، كان مفلوزين الأولاد مع الأماي ورحمة نبيل كمان، كلهم كانوا متعبين مفلوزين شوية، فجينا كأب عدم مؤاخذة يعني اطمن عليهم، نشوف شو بقدر يساعدهم عدم مؤاخذة، تيجي أمهم لجاي يسوي لهم أي شغلة بتقدر تساعدهم بيها. فجينا الصبحيات طقطقنا على البيت، ما حدا جاوب، طقطقنا على قزاز الشباك ما حدا جاوب، قلنا يمكن الزلمة نايم تعبان، السيات مريضين. فكأبو قلنا عم خلص خليهم يرتاحوا، نايمين السيات مريضين تعبانين خليهم مرتاحين، نرجع بعد الصلاة عليهم. رحمة نبيل كان يوم الجمعة صلاة الجمعة بالذات الظهر يعني الجامع ما يضيعها، لو كان شغال بالملحمة كان بيسكر الملحمة ويروح يغير ويتوضأ ويروح يصلي ويرجع يكمل شغل شو ما كان يكون. فنقول هالسيارة وقت الصلاة قبل الصلاة بنص ساعة بشوف المكالمات رنيت عليه برجع لي المكالمة، صبرت قبل الصلاة بنص ساعة رنيت عليه ما جاوب، قلت لعله خير يمكن ظل طلع على الجامع كذا زي هيك، يعني واحد قاعد بيتعذر لحاله خلينا نقول. فضلت تقريبا للساعة 2 وشوية، لأنه برن علي خالد بن علي إبراهيم اللي هو صاحب ملحمة، بيسألني بقول لي نبيل رن عليك شيء؟ برن عليه ما بردش، قلت والله إني برن عليه من امبارح ما رد علي. قال لي بس قال علي، قلت له يا سيدي بكر الله هسه بشوف إن شاء الله وإن شاء الله خير. مباشرة سكرت معاه وطلعت لجاي، أخذت معي وطلعت لجاي، وصلت لابني قلت له طقطق على الباب قوي، قد ما طقطقنا على الباب بالقوة أصحاب الدار فوق طلعوا لي، قال لي زي مش أنت جيت الصبحيات أخذتهم؟ قلت يا رجل أنا جيت الصبحيات لجاي بس ما ردوا علي، وهسه بنطقطق ما حد رد، في معك شي مفتاح خلينا نفتح الباب؟ لأنه بقول لي شوف بلكي في شباك فاتح إيش رايح جاي. قلت الولد لف على الشباك الغربي هذا بلكي لاني فاتح، شوف إذا في حدا بطل عليك رايح جاي. اجى الولد رجع علي بكم قال لي يابا الشباك فاتح، بنادى عليهم ما بردوش نايمين. المهم والله نزلت على السريع فتحت الشباك، فعلا الشباك فاتح، شلت البرداية لأنه المرحومة متمددة على التخت وفي صغير وفي رحمة نبيل كان بجنب التخت من هون واقع عن التخت هذا، مو الثاني الصغير بجنبه من هون. نادي يا نبيل يا هدى يا يابا يا جدي يا عمي ردوا واصحوا، ما حدا جاوب. لما شفت الشباك رنيت على اخوي قلت له جيب العجل وتعال، رنيت عليهم قلت يا عمي احكي مع الدفاع المدني، بنادي بصحيهم قلت يا عمي اصحوا ولكم مالكم، ما حدا رد. جه بالعتلة وخلعت الحماية تبعت الشباك، كان اخوي فؤاد معي، قلت له فوت على الشباك وافتح الباب خلنا نشوفهم يا رجل خلنا نصحيهم. والله فتح الباب طفى الصوبة، كانت شغالة الصوبة هاي، قلت بصحي فنادى عليهم قوموا،
أقرب الصغيرة تمام، أقول قوم بقد نوم قوم، بنزل هذا برفع هذا لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هو ما بجي الدفاع المدني بعد يوم ربع ساعة، كانت صوبة هاي الله طفيناها الله يطفيها. وهذا اللي صار يا حاج، طلعنا معهم في البرانس مستشفى الملك عبد الله والله، ساووا الإجراءات هاي بس تم القضاء والقدر من ربك انتهى. ما لهم عمر ما لهم خبز بهالدنيا، والحمد لله رب العالمين، الله يرحمهم برحمته يا رب. وسلامتك يا حاج.